يلا هنعرف مع بعض قبل ما تشتري ايه من النكلسز دي اللي سهل يتقطع على طول، وايه اللي ممكن يعيش معاكي لفترة اطول وتفضلي لابساه طول الوقت. وده بحكم خبرتي وشغلي في مجال المجوهرات لاكتر من 11 سنة. شفتهم وهما بيتصنعوا وشفت كتير منهم كانوا مقطوعين. خلونا في الاول نتعرف على اساميهم، وكمان هقول لكم لان ليا مع كذا واحدة تجارب شخصية. اول حاجة عندنا السنيك تشين والثيك كروب تشين والتويست تشين والفيجارو او الفيجارو زي ما بتتقال عندنا هنا في سوق الذهب، والساتلايت ثين كروب تشين والبوكس والكيبل تشين وبيبر كليب تشين والسيكر كروب تشين والروب تشين. دلوقتي هنتكلم عن واحده واحده ومدى صلابتها ومتانتها في اللبس طول الوقت، وهنبدا باول واحده السنيك تشين. ودي كان ليا تجربه شخصيه معاها، جبتها وبعتها بعد شهر لاني كنت فاكره ان هي بتتلبس طول الوقت في الرقبه، بس للاسف هي ما بتستحملش، بتتنى وبتتلفلف حوالين نفسها وبتتكسر، وكمان ما بتلبسيها طول الوقت ما بتحافظش على الريفليكشن او اللمعه اللي كانت فيها، بتطفي بسرعه. تاني واحده معانا السيك كراب تشين، ودي سلسله بتستحمل جدا، تقدري تبقي لابساها طول الوقت، بتحافظ على لمعتها، ما بتتقطعش بسهوله لانها متينه، وكمان بتلاقوها في معظم المحلات بتكون ايطالي. التويست تشين ودي اوريدي عندي، انا جايباها طويله علشان حاطه فيها الكوين، مش بلبسها على طول لان انا مش بحتاج الطول ده طول الوقت، بحتاج لما اكون لابسه حاجه مقفوله من فوق. بس سلسله جميله جدا بتستحمل، موجوده من زمان جدا في مصر. ده شكلها، هي بتقعد تلف كده برضو وبتدي اضاءه حلوه قوي. سلسله الفيجارو او الفيجارو تشين زي ما بيقولوها عندنا في سوق الذهب المصري، حلوه جدا لو مصبوبه، بتتقطع بسهوله لو هولو. طبعا انتوا كلكم عارفين قصه السلسله ديت، هي بتبقى عباره عن حلقه طويله وحلقات صغيره، كانوا زمان بيقولوا عليها كارتيه. بس هي لما بتكون مصبوبه ما بتتقطعش بسهوله، لما بتكون منفوخه تبان ان هي كبيره بس هي نفخ، بتتقطع بسهوله. بس لحد دلوقتي الحمد لله ما اتقطعتش تاني، فتمام. الساتلايت تشين بصراحه ما اشتريتهاش، ولكن كانت بيجي لي منها مشكله متكرره في السلسله دي. تركيبها ان الكور دي بتكون ثابته ما بتتحركش في السلسله، لا هي بتكون زي كور كده ثابته، يعني على بعد متساوي. الكره دي عشان تثبت تحتيها لا بيوسعوا حلقه السلسله نفسها، هي عباره عن حلقات صغننه متماسكه كده، لا بيوسعوا الحلقه عشان الكره ما تتحركش، يا بيدوا بنطه لحام ذهب عشان الكره تثبت. في كل الاحوال كانت دايما بتجيلي السلسله مكسوره من جناب الكوره او من تحت الكوره نفسها، او الكوره دي بتفك اللحام وبتفضل تتحرك رايحه جايه، ما بتبقى ثابته زي اخواتها، فكان بيجي لي منها مشاكل كتير. الثين كراب تشين هي نفس، لو خدت بالكم هي نفس تاني واحده اتكلمنا عنها ثيك كراب تشين، هي برضو نفس اللي قبل الاخيره اللي تحت، بس بسكنس مختلفه، كل واحده حجمها مختلف، يعني حجم الحلقه نفسه مختلف. في كل الاحوال هي جميله وبتستحمل ايا كان حجمها، كانت رفيعه جدا او كانت واسعه شويه.